عليك هنموت. هشغلك التكييف يا حموكشة. العب بالسمك. عامل ايه في المذاكرة يا حموكشة؟ بتنجانة زمولكس. وانت؟ كوسة. متجمعين في حلة محشي ان شاء الله. حبيبتي، هو انت بتحبيني؟ بحبك بس ده قليل عليك قوي، انا بموت فيك. طب لو انا خنتك؟ هسامحك يا روحي. طب لو كان ليا ماضي مع غيرك؟ مش مهم الماضي، اهم حاجة الحاضر. طب افرض اتقدمتلك واهلك رفضوني؟ هتحدى الكون كله عشانك. يعني مفيش امل تحل عن سماء؟ طموحك ايه في الشغل ابو الحماكيش؟ اروح واخد دش كده واتغدى وانام. لا لا، مش قصدي النهاردة، انا قصدي في المستقبل. انت قصدك فيما بعد يعني؟ بالظبط. لا لا، عندي طموحات كتير اوي، اولهم ان اطلع على المعاش. حموكش انا رايحة عند امي. ماشي روحي وبيسلميلي عليها. طبعا، ما انت ما صدقت تخلص مني. خلاص يا حبيبتي، خليكي وما تروحيش. ان شاء الله. عايز تحبسني في البيت؟ خلاص براحتك بقى. ما انت مش فارق معاك اصلا لو رحت ولا جيت، ولا انا في دماغك اصلا. تحب طيب اجي معاكي؟ يعني انا رايحة عند اهلي عشان اشوفك هناك؟ ايه الواحدة ما تعرفش تاخد راحتها شوية؟ امال عايزه ايه يا بنت الصرمه؟ اخي الناس اللي بتعمل الطرق دي هتجنني. حسن ابو الحماكيش. يعملوا لك مطب عالي وبعدها بشويه تلاقي حفره غويطه، وبعدها بثواني تلاقي بلاعه او قالب طوب. معرفش انا ليه وجع القلب ده كله، ما يحطوا لغم ويفجروا العربيه باللي فيها ويخلصوا. مالك يا حبيبتي بتعيطي ليه؟ الكل عمال يعايرني ويقول لي يا تخينة. لا لا لا، ما عندهمش حق. ما تزعليش يا روحي، اللي يقولك هتخينة بعد كده ما ترديش عليه. ماشي. يلا رواقي كده وصلي على النبي وهاتيلك 3 كراسي وتعالي اقعدي جنبي. يا ما جرح الورد ايادي حتى الجنينية، حتى الجنينية، حتى الجنينية. حتى الجنينية. فعلا ما حدش كبير على الخوازيق. حكمة اليوم: ياللي فاكرة الجواز هشك بشك، بكرة تتجوزي وتلطمي على وشك. بقولك يا ابو الحماكيش، صحيح بما انك اتخزوقت كتير، ايه هي انواع الخوازيق؟ زمولكس، جيت على الجرح ودوست. محسوبك خبير خوازيق. بص يا سيدي، الخوازيق 3 انواع: خازوق بيستنانا، وخازوق بنستناه، وخازوق ينسينا الخازوق اللي اخدناه. يا مدام انت مكبرة الموضوع ليه؟ مشكلتك دي سهلة جدا وعلاجها بسيط خالص. وايه هو الحل ده ابو الدكاتير؟ حاولي تعاملي جوزك زي ابنك بالظبط، صدقيني ساعتها كل مشاكلكوا دي هتتحل. زي ابني؟ ايوه. يعني تفتكر الضرب هيجيب نتيجة؟ خد يا دكتور طه، انا حبيتها وحموكشة. حبيت ايه فيها يا زمولكس؟ روحها. روحها بس؟ يعني ما حبيتش شكلها ولا جسمها؟ انا مش مهم عندي الشكل والجسم، اهم حاجة الروح. ايه بقى بتضحك على نفسك يا صاحبي؟ ما حدش بيهتم بالروح غير عزرائيل. اظن ان انا حذرتك قبل كده كتير يا استاذ، بس واضح انك مصمم على التجاهل. قلتها لك قبل كده، لا تستفز انوثتي كي لا ابعثر رجولتك.
ابعصره. هزر براحتك، بس خليك فاكر قد أعذر من أنذر. ده فوزية وصلى على النبي. مش عادة غير لما تقولي استنتجت ايه. مش لما اعرف هو في ايه الاول. خلي بالك يا حموكشة، التجاهل يولد اللا شعور. هي مش كانت التفاعل بيولد الحرارة؟ مفيش فايدة، مجتمع ذكوري لا متحضر. لحد ذكوري واسطوبة فوزية، انا ما اسمحلكيش. انا حموكشة بس راجل قوي. صحيح كبر الصغير عليك اتغير. انت بتقول ايه يا راجل انت؟ مفيش يا فوزية، بقولك قلبك الصغير خلاني متحير. بحسب. انت بتطلعي لي على السفرة فوزية، يا نهار اسود، دي خابت على الاخر. اجمعي لي الموظفين كلهم. حاضر يا مدير. ده عايز ايه ده على الصبح؟ صباح الفل يا سيدي المعلمين. الا قولوا لي يا شويه موظفين عندي في الشركه، لو قلت لكم ان 2 زائد 2 بتساوي 5. ازاي يعني 5 مدير؟ معروفة 2 زائد 2 بتساوي 4. وانت ايه رايك؟ هي تساوي 5 يا مدير، بس لو زودنا عليهم 1 يعني لا مؤاخذة. تمام. وانت ابو الحماجيش؟ انت مش قلت تساوي 5 يا مدير؟ يبقى تساوي 5، ولو مش 5 احنا نخمسها. تمام. انت ابو تيشيرت احمر، انت اعمل حسابك انك مطرود من الشركه. ليه انا عملت ايه؟ من غير ليه، وريني عرض كتافك. ليه بس كده يا مدير؟ ده غلبان وبيشتغل بضمير. انت كمان وريني عرض كتافك. احسن قرار خدته يا مدير، دول حتى كانوا عاملين زحمة في الشركة. اللي بعده. مساء الفل يا دكتورة. مساء العسل، خير؟ بتشتكي من ايه؟ لا انا تمام و100 فل و14. امال جايلي ليه؟ سمعت كده ان في طريقة تخلي الواحد يعيش كتير. مفيش الكلام ده يا ابني، الاعمار بيد الله. مين ضحك عليك وقال لك كده؟ يعني مفيش حاجة تخلي الواحد يعيش كتير 80 90 سنة كده؟ دي حاجة بتاعت ربنا يا حبيبي، ملناش نتدخل فيها. انت متجوز؟ لا. طب اتجوز. يعني الجواز هيساعدني ان اعيش كتير؟ لا. امال هيعمل ايه؟ هيطلع الفكرة دي خالص من دماغك. انصحنا ابو الحماكيش. يقدر الصحاب يا اما ضيع الناس بشنبات، واتنين ملهمش امان، الفرامل والنسوان، وتلاتة اوعى تنساهم في حياتك مهما حصل. مين دول يا حموكش؟ المأذون والاتنين شهود. مالك يا زميلتس؟ انا مخنوق مش عارف افوق انا نفسي اروق بس انا زعلان. وايه اللي مزعلك يا حموكش؟ مزتي تعباني على طول قرفاني انا منها بعاني هسيبها وهاجر. ليه بس يا زميلتس؟ مش مدياني امان منقصاني حنان لو يالي بوزها دايما عامله لي اميتاب باتشان. افردي بوزك يا فوزية، هتطفش الراجل. الله العظيم لو اقول لامي. كان في قردين، قرد محظوظ وقرد منحوس، كل يوم يروحوا يسرقوا موز من المزرعة. القرد المحظوظ بيطلع فوق الشجرة ويرمي الموز للقرد المنحوس، فصاحب المزرعة شافهم في يوم فنده على العمال اللي في المزرعة عشان يضربوهم، فمسكوا القرد المنحوس اللي تحت ونزلوا فيه ضرب لحد ما طحنوه، والقرد المحظوظ اللي فوق على الشجرة هرب. وكل شوية بقى على حال ده يمسكوا القرد المنحوس اللي تحت يضربوه، والقرد المحظوظ اللي فوق يهرب.
ففي يوم من الأيام القرد المنحوس قال للقرد المحظوظ أنا عايز أطلع فوق الشجرة وأنت تستنى تحت. فالقرد المحظوظ وافق وعملوا كده. لما صاحب المزرعة شافهم ونده على العمال اللي في المزرعة فجم مسكوا القرد المحظوظ اللي تحت ولسه هيضربوه. صاحب المزرعة قال لهم لا، ده انضرب كتير، هاتولي اللي فوق